أحب أن أضيفها بالمناسبة هذا الحديث، وهي أننا نتحدث الآن عن هذا الإسلام تاوانا، وحنا شحال الأعمار ديالنا وشحال نتكلم مزيان. هذا الكلام هذا كله ما يفيدش، ليس مفيدا، لأن الذي يبدو الآن في الأفق هو أن الجيل الذي سيأتي إما أن يكون على بينة وبصيرة ومعرفة بالشريعة، وإما سيقتلع. حنا بعضياتنا حنا نقولوا هذا وهذا، ولادنا اش غادي يقولوا؟ ولادنا فين راهم؟ أما أبناؤنا فهم مشغولون بأمور أخرى، وبالمباريات الدولية وبالمسابقات هذا الشغل الذي ملأ عليهم أقطار أنفسهم، منعهم بعض مرات يمنعهم الأكل والشرب، دائما هم يتابعون شيئا لا ينتهي، مباريات لا تنتهي. لو صار العالم كله على هذا النمط لتراجع كله، لأن هنالك واجبات أخرى يجب. فأبناؤنا مثلا هم مطالبون بأن يدرسوا دراسة حقيقية للمستقبل، يدرسوا دراسة متينة للمستقبل ما يكثر فيه البشر. ما غاديش كل شيء يتسع للجميع، غادي يتسع فقط للممتازين، غادي أصحاب الامتياز اللي يبقاو، والاخرين يبقاو يخدموا عندهم فقط. انت غادي تشوف فين تنزل ولدك. الا بغيتو يقرا غاديك ديال السلاك ويمشي حتى يجي العشاء يسخفان ويجي ينعس وكذا عرقان يمشي ينعس، خليه غادي المصير ديالنا راك تعطيه واحد اخر غادي يدلو المحرات يحرت عليه. وهذا من الجهة الدنيوية لابد أن يكون عند كل إنسان تصور، هذا ما فيش اللعب، عن مستقبل هذا الولد، كيف أريده، كيف أعده لأي شيء. إذن من الناحية الدنيوية يجب تعليمه تعليما جيدا، تعلم تعليم جيد، يتعلم كل المواد التي تقيم هويته، ويتعلم كيف يتواصل مع الناس. خصو يعرف الفرنسية ضروري، يعرف الانجليزيه ضروري. انا ما نشتغلوش احنا من المناقشات هذيك ديال البرلمانات، احنا خاطيين هناك نتكلموا على اللي عنده ولده عزيز عليه، وهاد اللي كلهم يديروا هذا الشيء. الناس كلهم خايفين على ولدهم، كلهم لانه يريدون ان يكون متخصصا في الطب او في الهندسه وكذا، ما راش يلعب، راه يهضر منا ويخدم حاجه اخرى مليحه. وانا نقول هذا لان ماشي معقول ان اولاد المتدينين دائما يكونوا هم التالي، لان قالوا باه غير روح ودي صافي غير روح الله يعاونك، خدم غير شي شويه ورحت مشيت، ولا رحت تشتغل في شي تفاهه من التفاهات. فلذلك اقول المستقبل سيكون بالنسبه للابناء صعبا، فاما ان يكون له علم ضروري بالكتاب بالسنه بالعقيده، والا لا تنتظر منه شيئا كبيرا. لأن الناس يشتغلون على، إذا كنت أنت ما تشتغلش لابنك فهناك من يشتغل على ولدك. ولاحظوا بعض المرات تكون واحد موجة ديال الإلحاد. منين جات؟ كاين الإلحاد، ما كاين الثانويات، منين جات الإلحاد؟ من هم الذين يلحدون؟ هؤلاء اللي راهم يلحدوا ولاد الدول الأخرى، ولادنا، لأننا لا نهتم بهذا أساسا. لما يكون الولد أصلا ما يحضرش درس، ما يحضرش لا في الطهارة ولا في كذا، ولا يصلي الجمعة، ولا غير انت غير تصبر عليه، غير يا ربي غير يكبر لك، المهم غير يطوال ويعرض وصافي الله يجازيك. اما يكون مسلم ولا ما يكون، ما غدا ما تقبض منه حاجة، ما تديش منه حاجة، تكون تخدم في الوهم. كي يكبر غادي تكون له شخصية أخرى، ويمكن في لحظة من اللحظات ولا انت راك ناعس داوه لك، ما غاش تشعر به انت. يمكن الولد اللي في دارك راه ماشي مسلم، تعرفها، ودي ما راش يقول هذا الكلام اللي كتقوله، ويمكن في النقاشات اخرى. فلذلك انا اقول هذا الامر لم يعد يحتمل الهزل والتهاون، لابد من الجد.